السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي صحة وفي سعادة. وأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا بفيديو جديد. المغرب دولة بسم الله ما شاء الله ذات اقتصاد قوي، لأنها دولة منتجة وبتقوم على مشاريع كبيرة وعملاقة، والمشاريع دي بتساعد في تحسين الاقتصاد وتوفير فرص عمل كبيرة جدا، وكمان بتجعلها دولة ليها شأنها في المجتمع، لأنها دايما محط أنظار للعالم كله في المشاريع والإنجازات والتقدمات، لأنها وصلت لمرحلة التصنيع والتصدير والمنافس طبعا بمنتجاتها بين الدول الأجنبية. فده في حد ذاته حاجة كويسة جدا لما نشوف المنتجات العربية تغزو العالم والجميع يتباهى بيها. لازم كده نفتخر بالمغرب وبالمكانة العظيمة والمرموقة اللي وصلت ليها. هنشوف في فيديو النهاردة مشروع عظيم جدا من ضمن سلسلة إنجازات عملاقة في المغرب. نشوف مع بعض الفيديو وبإذن الله نعلق في مضمون الفيديو. المغرب يرسخ مكانته في 2025 كقوة إقليمية لا تتزعزع. من موانئ طنجة إلى مصانع الدار البيضاء وصولاً إلى أعماق الصحراء المغربية، منظومة متكاملة من القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية تتصدى لكل التحديات بتسليح حديث واقتصاد ديناميكي ودبلوماسية تمتد من عمق إفريقيا إلى عتبات أوروبا. يفرض المغرب نفسه رقماً صعباً على الساحتين الإقليمية والدولية. وعلى ضفتي مضيق جبل طارق تتصاعد شرارة توتر يلوح في الأفق على خلفية قضية سبتة ومليلة الخاضعتين للإدارة الإسبانية. فكيف استطاع المغرب تحقيق هذا التموضع الاستراتيجي؟ وما هو سر صموده وصعوده رغم التحديات؟ وإلى أي مدى يمكنه التأثير في مستقبل القارتين السمراء والعجوز على حد سواء؟ الجواب على الخريطة. يجعل موقع المغرب الاستراتيجي في شمال غرب أفريقيا منه محط اهتمام وتجاذب بين القوى الإقليمية والدولية. انظروا إلى سواحل المغرب الطويلة الممتدة لأكثر من 3500 كيلومتر، تتحكم في مداخل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مما يجعله نقطة جذب ويضعه على بعد 14 كيلومترا فقط من أوروبا عبر مضيق جبل طارق، وهو ممر حيوي تمر عبره 100,000 سفينة سنويا تقريبا. يفتح المحيط الأطلسي غربا أمام المغرب أبواب التجارة العالمية، إذ يعالج ميناء طنجة الذي بدأ تشغيله في 2007 وأصبح بحلول 2025 أكبر ميناء في إفريقيا، متوسط 9 ملايين حاوية سنويا، ويسهم في جذب الاستثمارات الأوروبية والأمريكية أيضا. أما البحر الأبيض المتوسط شمالا فيعزز من جهته دور المغرب كوجهة تجارية، مع تجاوز الصادرات المغربية 45 مليار دولار في 2024 فقط، مما يجعل المغرب محط أنظار القوى الاقتصادية الكبرى. كما أن قربه من الساحل الإفريقي يجعله بوابة لدول الساحل والصحراء، ويثير أطماع الدول التي تريد النفوذ في هذه المنطقة غير المستقرة. موقع المغرب الاستراتيجي جعله هدفاً للاستعمار الأوروبي في الماضي، وبقيت حدوده منذ ذلك الحين نقطة توتر. وقد أثارت صحف إسبانية جدلاً سياسياً بنشر تقارير عن إمكانية حدوث مسيرة خضراء جديدة بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إشارة إلى المسيرة الخضراء عام 1975 التي أفضت إلى دحر الاحتلال الإسباني لمناطق صحراوية في المغرب. تحدثت صحيفة الإسبانيول عن مخاوف من تأثير تطور العلاقات الأمريكية المغربية على الوضع الجيوسياسي لسبتة ومليلة، ومن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة المغرب على المدينتين
الخاضعتين للسيادة الإسبانية، على اعتبار أن ترامب سبق أن اعترف في فترته الرئاسية الأولى بسيادة المغرب على الصحراء. تقع مدينة سبتة في أقصى الشمال المغربي مطلة على مضيق جبل طارق، تبلغ مساحتها نحو 19 كيلومترا مربعا، وعدد سكانها 77 ألف نسمة. فيما تقع مدينة مليلة في شمال شرقي المغرب، مساحتها 12 كيلومترا مربعا، وعدد سكانها نحو 79 ألف نسمة. وعملت إسبانيا على تكريس الوضع القائم بعد منح المدينتين حكما ذاتيا بموجب قرار البرلمان الإسباني الصادر عام 1995. في المقابل يستعد المغرب لنشر كتائب برية متخصصة في أنظمة الحرب الإلكترونية في مناطق قريبة من سبتة ومليلة، هذا وفق ما نقلته صحيفة لاراسون الإسبانية، وذلك في إطار مواصلة تعزيز قدراته العسكرية الدفاعية عبر تنفيذ عمليات باستخدام أنظمة متطورة للتشويش وتعطيل القدرات المعادية سواء في مجال الاتصالات أو الرادارات. وأضافت الصحيفة أن الجيش المغربي درب هذه الكتائب البرية المتخصصة في أنظمة الحرب الإلكترونية. على أي حال، انخرطت القوات المسلحة المغربية في برنامج تحديث عسكري بانفتاح المملكة على بعض أسلحة الحرب الجديدة الأمريكية والصينية والتركية لتوفير أحدث التقنيات لمختلف أنواع العمليات العسكرية. يفرض موقع المغرب عليه دورا حاسما في ضمان الأمنين الداخلي والإقليمي. تقدم المغرب إلى المركز 59 ضمن تصنيف جيوش العالم لعام 2025، واحتل المرتبة السادسة عربيا وفق تقرير Global Firepower للقوة العسكرية. وقد خصص المغرب ميزانية عسكرية لعام 2025 وفقا لمشروع قانون المالية لهذا العام تعادل نحو 13.5 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنحو 900 مليون دولار عن ميزانية الدفاع لعام 2024. وفيما يعد نحو 18 مليون شخص متاح للخدمة العسكرية، يقدر عدد الأفراد العاملين بالخدمة العسكرية الفعلية بحوالي 396 ألف. يمتلك المغرب وفق التقرير قدرة عالية على تعبئة قواته في حالات الطوارئ أو الحروب الإقليمية. يضم أسطول المغرب الجوي مقاتلات هجومية وطائرات نقل وتدريب، من بينها 83 طائرة مقاتلة مع 50 طائرة جاهزة للقتال و48 طائرة من طراز F-16 تم شراؤها من الولايات المتحدة الأمريكية بصفقات بدأت ب2008 وتوسعت لاحقا، إضافة إلى عشرات طائرات الهليكوبتر ومروحيات أباتشي الهجومية التي تم التعاقد على 24 منها مع بوينغ في 2020 مع تسليم معظمها بحلول هذا العام، مما يعزز قدرات المغرب في الحرب المضادة للدبابات والعمليات الليلية. يشمل الأسطول الجوي المغربي أيضا 12 مسيرة من طراز بيرقدار التركية TB2 و6 طائرات وينغ لونغ 2 الصينية أيضا التي اقتناها المغرب، مما يتيح المراقبة هذه المرة والضربات الدقيقة. وبالنظر إلى امتداد كما رأينا سواحل المغرب على مئات الكيلومترات على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، فإن جيشه يعتمد على أسطول بحري حربي يتكون من 6 فرقاطات بحرية و105 سفن دورية. أبرز فرقات نتحدث عنها هنا هي فرقاطة فريم محمد السادس منذ 2014 مع خطط لاقتناء فرقاطة أخرى بحلول عام 2025 من فرنسا، مزودة هذه المرة بأنظمة صواريخ مضادة للسفن والغواصات. تم شراء 3 فرقاطات من هولندا مجهزة بصواريخ إكزوسات لتعزيز الدفاع الساحلي على المحيط الأطلسي والبحر المتوسط. نصل الآن إلى القدرة البرية. تملك المغرب
قوات برية على حوالي تمتلك نحو 903 دبابات مع جاهزية تقدر ب 542 دبابة، فضلا عن أكثر من 7800 مركبة مدرعة و396 قطعة مدفعية ذاتية الدفع و153 مدفعا تجره العربات، بالإضافة إلى 129 قاذفة صواريخ متعددة. إذا من بين الدبابات التي نتحدث عنها أيضا وبإطار التعاون الأمريكي المغربي، هناك 222 دبابة أبرامز أمريكية تم تحديثها بصفقة أمريكية ب 2016 مجهزة بأنظمة حماية متقدمة ومدافع 120 ملم. نضيف إلى ذلك مدافع هاوتزر ذاتية الدفع أمريكية الصنع وصواريخ هايمارس التي بدأ التفاوض عليها في 2023 لدعم العمليات بعيدة المدى. يجعل موقع المغرب مع التسليح الحديث البلاد قوة ردع ضد التهديدات البحرية والبرية أيضا، مع قدرة كبيرة على التأثير. عمد المغرب خلال السنوات الأخيرة إلى توسيع قدراته الصناعية العسكرية مع تشييد منشآت جديدة في إطار شراكات تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الدفاعية للبلاد وتقليل الاعتماد على موردي الأسلحة الأجانب. عمد المغرب خلال السنوات الأخيرة إلى توسيع قدراته الصناعية العسكرية مع تشييد منشآت جديدة بإطار شراكات تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الدفاعية وتقليل الاعتماد أيضا على موردي الأسلحة الأجانب. أبرزها مركز متطور للصيانة والإصلاح والتجديد والتحديث للطائرات العسكرية والمروحيات مام في ضواحي قاعدة بن سليمان الجوية على مساحة 15,000 متر مربع، وهو مشروع مشترك بين الحكومة المغربية وشركة لوكهيد مارتن ومجموعة أوريزيو البلجيكية. يدعم صيانة أصول القوات الجوية المغربية مثل مقاتلات F-16 وطائرات النقل C-130. وفي الرباط أنشأ المغرب مصنع إنتاج للطائرات بدون طيار بلو بيرد سيستمز لإنتاج أنظمة درون، أعلن عن منشأة بأبريل 2024 وستنتج نماذج مثل طائرات وندر بي وثندر بي بدون طيار المخصصة للاستطلاع والاستخبارات واكتساب الأهداف. أما في الدار البيضاء فأقام المغرب منشأة تاتا أدفانس سيستمز للمركبات المدرعة، هو مصنع لإنتاج المركبات القتالية المدرعة وبالأخص منصة تاتا واب 8x8 المدرعة البرمائية ذات العجلات. وقد تم توقيع اتفاقية بيونيو 2024 بين وزارة الدفاع المغربية وشركة تاتا أدفانس سيستمز الهندية. يتم العمل حالياً أيضاً على إنشاء منطقتين مخصصتين للصناعات الدفاعية والأمنية لإنتاج الذخائر والأسلحة والمركبات القتالية والمسيرات والمعدات البصرية الإلكترونية وغيرها من التجهيزات العسكرية، بالإضافة إلى عمليات الصيانة. لم يتم الكشف عن المواقع المحددة، لكنها تتماشى مع هدف المغرب لإنشاء صناعة دفاعية محلية قوية. تعكس أيضاً هذه التطورات استراتيجية المغرب لتعزيز الاكتفاء الذاتي بالصناعات الدفاعية والاستفادة من الشركات الدولية لنقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل. إلى جانب القدرات العسكرية، يملك المغرب أوراقاً استراتيجية تعطيه ثقلاً إقليمياً وعالمياً أيضاً. فقد عزز المغرب في 2024 مكانته كمركز صناعة وتجارة إقليمي مع تركيز على السيارات والطيران والطاقة الخضراء، مدعوما ببنية تحتية قوية واستثمارات أجنبية. وفيما تهيمن المناطق الشمالية والوسطى على الإنتاج الصناعي، يبرز الجنوب بالاستدامة، مما يعكس تنوعا اقتصاديا ملحوظا على الخريطة المغربية. تبرز الدار البيضاء كأكبر مدينة اقتصادية في المغرب وأفريقيا ومركز اقتصادي وصناعي أيضا. الله بجد يا جماعة، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. لما نشوف كده يا جماعة كل يوم طبعا بنسمع عن التقدمات والإنجازات، وأنا عرضت فيديوهات كثيرة جدا عندي على القناة قبل كده عن إنجازات المغرب، يعني بتصدر باسم المملكة المغربية وباسم الوطن العربي كله حول العالم. دي منتجاتنا يا جماعة وصلت للعالمية، دي حاجة جميلة جدا طبعا لما نشوف كده. وكمان المشاريع، يعني مشاريع تصنيع السيارات،
تصنيع هياكل الطائرات، دي حاجة مهمة جدا يا جماعة. مفيش أي دولة تقدر تقوم عليها غير إن الدولة فعلا اقتصادها قوي، دولة فعلا تكون عندها عملة صعبة يعني تقدر توفرها عشان تقدر تشتري المنتجات دي. دي حاجة فعلا جميلة جدا. يعني أنا بتمنى من كل قلبي التقدم والتطور دايما يا رب دولة المغرب والجميع الدول العربية والإسلامية، اللهم آمين يا رب العالمين. والمنتجات طبعا الدول العربية كلها تتصدر حول العالم كلها باسم طبعا الوطن العربي كله. نكمل مع بعض. مصانع للسيارات ومنشآت للصناعات التحويلية. وصلت صادرات المغرب من السيارات إلى مستويات قياسية بعام 2024، سجلت نحو 12.6 مليار دولار بحلول نهاية العام وفق أحدث التوقعات، بزيادة ملحوظة عن السنوات السابقة. شهدت صادرات الطيران أيضا نموا بنسبة 17% تقريبا بالأشهر العشرة الأولى من 2024، متجاوزة مليارين و200 مليون دولار، يعني متفوقة على الرقم القياسي لعام 2023 بأكمله. تضمنت الصادرات أجزاء طائرات وأسلاك كهربائية. كما تقدم المغرب بمشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية مع مشروع واي ديونز في الداخلة بقيمة 30 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة تحليل كهربائي 8 جيجاوات، على أن يبدأ الإنشاء بعام 2026. أما على بعد نحو 10 كيلومترات شمال شرق مدينة ورزازات في منطقة صحراوية تتمتع بأشعة شمس قوية معظم أيام السنة، يبرز مشروع نور للطاقة الشمسية على مساحة 3000 هكتار كأكبر مجمع للطاقة الشمسية الحرارية بالعالم من حيث القدرة الإجمالية، بتكلفة إجمالية تناهز 2.5 مليار دولار. يولد المجمع سنويا ما يكفي لتزويد أكثر من 1,000,000 منزل بالكهرباء، يقلل من انبعاثات الكربون بنحو 760 ألف طن سنويا، مما يدعم هدف المغرب للوصول إلى 52% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. للحديث أكثر عن صعود المغرب كقوة إقليمية في إفريقيا والشرق الأوسط أيضا، انتظرونا بعد الفاصل مع ضيفنا الخبير الاستراتيجي والعسكري الدكتور صالح المعايطة. نرحب بضيفنا الخبير الاستراتيجي والعسكري الدكتور صالح المعايطة. أهلا بك دكتور ببرنامج على الخريطة. نتحدث اليوم عن المغرب الذي يبرز كقوة إقليمية نافذة بإفريقيا والشرق الأوسط. من خلال قراءتك دكتور لجغرافيا المغرب، ما هي عناصر القوة الوطنية التي يمتلكها المغرب والتي تسهم اليوم في بناء قدراته العسكرية في أيامنا هذا؟ كل شكر على طرح هذا السؤال. أشرت أنه المغرب كدولة إقليمية، أنا أستطيع أن أقول إنها فوق الإقليمية من حيث عناصر القوة الوطنية التي أشرت إليها. عندما نتكلم عن عناصر قوة الدولة تبدأ بالقوة الدبلوماسية والقوة المعلوماتية والقوة العسكرية والقوة الاقتصادية، وأضيف إلى حديثا القوة المالية والقوة القانون وقوة التشريع. إذا نظرنا إلى المغرب أستطيع أن أقول إنها دولة فوق الإقليمية، لأنها على حدود الأطلسي وحدود البحر الأبيض المتوسط، وهذا يعطيها مركز ثقل استراتيجي. أيضا القوة الأخرى وهي القوة الغير ملموسة، التجانس الداخلي المغربي وعلاقة المغرب من مئات السنين مع محيطها العربي وتناغمها مع الأنظمة الملكية في الشرق الأوسط والأنظمة الرئاسية، تربطها علاقات مميزة مع المملكة العربية السعودية، مع المملكة الأردنية الهاشمية، مع مملكة البحرين وكل الدول العربية، إضافة إلى علاقات مميزة أيضا مع الأنظمة الملكية في أوروبا والأنظمة الرئاسية. أما كيف تستفيد من عناصر القوة الوطنية المتوفرة لدى المغرب؟ أعتقد من خلال توظيف هذه العناصر. قد تسأليني كيف؟ المغرب تستطيع أن توظف
الدبلوماسية المغربية. المغرب دولة طبيعية مقبولة في دول الجوار ومحيطها الإقليمي والدولي، تستقطب الاستثمارات من حيث القدرات الاقتصادية، تتعامل مع كل قضايا العالم الإقليمية والإنسانية، تشارك في فض النزاعات، تشارك في قوات حفظ السلام. كل هذه العناصر تجعلها دولة مقبولة في محيطها العربي ومحيطها الإقليمي ومحيطها. وبكده طبعا يا جماعة يكون الفيديو انتهى. يعني ده مشروع واحد، طبعا احنا عرضنا فيديوهات كتير عن مشاريع مختلفة في دولة المغرب، كلها مشاريع مفيدة. وكمان انا كنت عارضة فيديو يا جماعة لمشروع مواد غذائية، وجالي عليه تعليقات كده، الناس بيقولوا لي انت ده مشروع عادي يعني كل دولة بتقوم عليه. انا عايزة اقول لكم المشاريع الغذائية دي يا جماعة اهم المشاريع اللي بتقوم عليها الدولة، لان كل بيت او كل واحد فينا بيحتاج المواد الغذائية، مفيش غنى عنها. انتوا فاهميني؟ فده برضو في حاجة مهمة جدا، ان احنا يكون عندنا مشاريع يعني بتقوم على كده، ان هي تصدر مواد غذائيه لينا، ان احنا طبعا نستفيد بيها ونصدرها حول العالم او في اي دوله عربيه باسم المملكه المغربيه. دي حاجه طبعا جميله جدا، ما تستهونوش بيها وما تستقلوش بيها. دي حاجه عظمه يا جماعه لما نشوف كده منتجاتنا بتغزو العالم. بسم الله ما شاء الله. يعني بجد الفيديو جميل جدا، يا رب دايما في تقدم وازدهار، ويا رب دايما كده يصلح الاحوال في جميع الدول العربيه والاسلاميه. شكرا جدا لحضراتكم لمتابعتكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة لحضراتكم.